واش هادشي بصح؟ الاف ديال الناس كيجريو نحو سبته، البحر عامر بالبشر والناس غاديه هربانه من المغرب، والجيش الاسباني نزل الحدود والناس كاملين مصدومين من هادشي اللي واقع في المغرب. ولكن السؤال اللي محير الجميع هو علاش هادشي وقع دابا؟ ايضا علاش في نهار واحد تقريبا؟ كاين اللي كيقول هجره عاديه وكاين اللي كيقول كاين شي حاجه كبيره وراء الكواليس. اليوم غادي نحاولوا نفهموا القصه الكامله من البدايه حتى لاخر التطورات، وغادي نعطيكم حتى الحوايج اللي ما كيهضروش عليها بزاف ديال الناس في يوتيوب وفي السوشيال ميديا. قبل ما نبداو ما تنساش الاشتراك بالقناه، وغادي تشوفوا بزاف ديال المواضيع، اي موضوع دير ضجه واي موضوع ترند غادي نهضر عليه في هذه القناه، فما تنساش دير لايك واشتراك في القناه. نبداو لا فيديو. خلال الساعات الماضيه عاشت واحد من اكبر موجات الهجره اللي عرفاتها منذ سنوات. حسب السلطات الاسبانيه عشرات الالاف من الاشخاص حاولوا دخول سبته سواء سباحه او عبر الحدود البريه، وعدد كبير منهم وصل بالفعل، بينما اخرون رجعوا للمغرب وتم التوقيف ديالهم. تدفق كبير ومفاجئ للمهاجرين غير الشرعيين نحو سبته حينا وسيرا بمحاذاة السياج الحدودي حينا آخر. المئات يصلون إلى الشاطئ ويركضون باتجاه المدينة، فيما تحدث الحرس المدني الإسباني عن أعداد كبيرة تدخل من البحر. مع تصاعد التدفق أعلنت مدريد تعزيز التنسيق مع الرباط لاحتواء الوضع واتفاق البلدين على إعادة جميع من دخلوا سبته بصورة غير نظامية إلى المغرب في أقرب وقت ممكن. تقارير كتقول أن الأرقام وصلت لعشرات الآلاف خلال فترة قصيرة، وهو رقم غير مسبوق. المشهد كان صادم، الناس كتعوم الليل، شباب كيجروا في الحدود، عائلات كاملة وقاصرين حتى هما كانوا وسط هاد الفوضى. هنا كيبدا السؤال الكبير. لحد الآن ما كاين حتى بلاغ رسمي كيقول السبب الحقيقي، ولكن كاين عدة عوامل يجتمعوا عليهم الناس كاملين. أول حاجة الإشاعات. في السوشيال ميديا انتشروا فيديوهات ومنشورات كتقول ان اللي وصل لسبته غادي يبقى في اسبانيا وما غاديش يرجع، وبزاف ديال الشباب صدقوا هاد الاخبار وتحركوا مباشره الى مدينه الفنيدق، رغم ان السلطات الاسبانيه قالت بان هذا الفهم غير دقيق وان القانون ما كيتضمنش لبقاء اي شخص دخل بطريقه غير نظاميه. إذا بدأ المشهد قرب معبر ترخال الحدودي بمدينه سبته بعد ان تدفق عشرات الالاف من المهاجرين نحوها قادمين من المغرب. قدرت السلطات في سبته عدد الذين تمكنوا من العبور بنحو 60,000 شخص خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما يمثل أكثر من نصف عدد سكان المنطقة. غادروا منطقة الفنيدق شمال المغرب واتبعوا مسارين، الأول بحراً لمسافة نحو 5 كيلومترات باتجاه حاجز ترخال، والثاني كان برا عبر تجاوز السياج الحدودي بالكامل في منطقة ترخال نحو سبته. ثاني سبب الوضع الاقتصادي، مثل البطالة، غلاء المعيشة، يأس اللي ولاو عايشينه الشباب المغربي. بالنسبة لشي وحدين ومعظم الأشخاص ولات أوروبا هي آخر أمل عندهم. دابا غادي نهضروا على النقطة اللي كيتناقشوا فيها الناس كاملين. كاين اللي كيقول أن اللي وقع عنده علاقة بالتوترات بين المغرب وإسبانيا، وصحيح أن بعض المحللين والإعلاميين الدوليين طرحوا هذا الاحتمال، ولكن خصنا نكونوا واضحين. الآن ما كاينش شي دليل رسمي كيأكد أن هذا التدفق اللي طرا كان نتيجة قرار سياسي من أي طرف، يعني كتبقى فرضية متداولة وماشي حقيقة مؤكدة. إسبانيا دخلت بسرعة، عزات الأمن ورسلات قوات إضافية، وبدات عمليات إرجاع عدد كبير من الأشخاص للمغرب. وكاين واحد التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية باش يتم احتواء الأزمة. كما آلاف الأشخاص رجعوا للمغرب بعد ساعات من العبور. للأسف الأزمة خلفت حتى ضحايا وإصابات، وهذا الشيء كيأكد أن الهجرة السرية ماشي مغامرة سهلة، بل فيها مخاطرة كبيرة على الحياة ديال الإنسان. دابا السؤال هو واش الأزمة سالات؟ الجواب هو لا، حيت السلطات مازال كتراقب الوضع. كاين تخوف من محاولات جديدة إلى بقاو الإشاعات كينتشروا أو ما تبدلاتش الظروف اللي كتدفع الشباب للهجرة. في النهاية أي واحد منا كيتمنى الشباب المغربي يلقى فرص في بلاد ديالو، ما يمشي لشي بلاد اخرى وما يضطرش يخاطر بحياته في البحر ولا في الحدود. ولكن اللي وقع في سبته غادي يبقى حدث كبير بزاف، وغادي تكون عنده تأثيرات سياسية وإنسانية وأمنية خلال الأيام الجاية. دابا بغيت نسمع الآراء ديالكم بكل احترام. شنو هو السبب الحقيقي اللي خلى هاد الآلاف يتحركوا مرة واحدة؟ اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب. بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي. بيس.
I gave you my heart.